السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ منى. النهارده هعمل معاكم محلول نقع الطيور. ك- تمام، وبالذات الفراخ. انا عملته قبل كده وهعمله تاني عشان الطلب مني. فناس كتيره بتشكي من ريحه الفراخ مثلا ومن الزفاره، وفي اولاد ما بتاكلهاش. بس لو انتوا عملتوا الطريقه دي بالظبط ما تخافوش، هتعملوها مشوي، هتعملوها مقليه، صواني بالبطاطس، مش هتلاقوا ليها اي ريحه خالص ولا طعم، يعني ايه مستفز كده. تمام. يلا بينا اقول لكم هنعملها ازاي. لمحلول للنقع. نسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فرخه زي ما تكون فرخه 2، بس انا المقدار اللي انا عاملاه فرخه واحده بس، هو رتل الميه. تمام. هاخد رتل ميه معايا، اللي هو ده رتل الميه. تمام. طب هعمل ايه؟ احط فيه، هحط 3/4 كوبايه سكر، ربع ملح، ربع كوبايه ملح. تمام. طب هعمل ايه في التوابل بتاعتي؟ هحط ورق لورا، احط ليمونه محصوره، احط قرنين شطه وما تخافوش مني مش هتعمل حاجه يعني خالص. احط كزبره، هحط فلفل اسود، عندي فلفل اسود، عندي توم صحيح، عندي بصلايه. دي اللي حط اللي انت عاوزه تحطي قرفه حطي. تمام. دي جميع التوابل بتاعتي، الكزبره والروره والثوم والبصل والليمون والشطه، قرنين شطه. تمام. ده كله على رتل الميه. عندي اكتر من فرخه ممكن تحط رتلين تضاعف المقدار ده اهو. خلاص. طب عندي فرخه مش طازه، عندي فرخه مجمده، تجيبي الفرخه المجمده دي تحطيها في نفس المحلول والمكونات، بس هتسويها على طول. يعني هجيبها انقعها بالتلج بتاعها جوه المحلول، تاني يوم تسويها على طول. بس اهم حاجه تكون في التلاجة بايته ليله. خلاص. ما ارجعش تاني للمجمد اروح احطها تاني تتجمد، لا. خلاص. يلا بينا نشوف الموضوع ده مع بعض ونحطه. عندي 3/4 السكر احطها، عندي الربع ملح. ما تخافوش، مش هيأثر سكر ولا ملح على اي نوع من انواع الطيور خالص، وتدوبيه كويس خالص. خلاص. طب دوبناه. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصوا، هجيب معايا العلبه بتاعتي، اي علبه تخش التلاجة تكون مقفوله كويس. خلاص. هجيب العلبه. خلاص اهو كده. وهجيب الفرخه بتاعتي واحطها جوه العلبه بتاعتي. تمام. طيب، حطيت الفرخه بتاعتي في العلبه. اهم حاجه اي حاجه ليها غطاء. خلاص. طيب هعمل ايه تاني؟ هجيب لي جميع التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها قدامي. خلاص كده. وانا هنا مدوبه السكر، مدوبه الملح والسكر دوبتهم، وانزل عليها بالفرخه بالشكل ده اهو. تمام. بس مش عاوزه اي حاجه تاني كده اهو. واروح مغطياها وجوه التلاجة بتاعتي، واروح حطاها. دي الصبح ان شاء الله عايزه تطبخي اطبخي. لا انا عايزه افرز رمضان، كل سنه وانتم طيبين. نفس الفرخه الطازه دي اللي انا نقعتها مش هطبخها، بس هحطها في كيس وفي التلاجة عندي كده، ما فيهاش اي ضرر، لاني ما اتجمدتش قبل كده ومش هرجع تاني اجمد وافك واجمد وافك، لا. هتبقى معايا طازه. هنشوف مع بعضينا بعد المحلول دي ليله هيحصل ايه. انا جبت الفرخه اللي انا نقعاها ليله دي قدامكم اهي، ادي. تمام. شايفين منظر الميه اللي نزلت، المحلول اللي انا عملته بيسحب كل حاجه من الفرخه. بصراحه كل حاجه بتسحب من الفرخه، بتنزل في الميه دي. خلاص. باخدها اشطفها واستخدمها زي ما انت عاوزه، مشوي، صواني، بانيه، تخلي الصدر وتعملي بانيه زي ما انت عاوزه. ودي قرن الشطه زي ما هو قاعد، والليمون والبصل والثوم اللي معايا، وكل حاجه في الفرخه. يا رب تعجبكم الفيديو،
ويا ريت تعملوا الطريقه دي وتخزنوا فراخكم وطيوركم بالطريقه دي. مش هتحسوا باي طعم لاي حاجه خالص، يعني طعم الزفاره ولا اي حاجه، كله ده هيتشال خالص خالص، وهتاكلوا احلى فراخ واحلى طيور ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ومنتظراكم لايكاتكم واشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.